هنعمل مع بعض كيكة سهلة كده وبسيطة وحلوة جدا كمان النهاردة. الكيكة كده قوامها مختلف وطعمها حلو جدا جدا، مختلفة عن اي كيك احنا عملناه قبل كده. كمان طعم الكيك ده حلو جدا، ونقدر ان احنا نقدمه بقى مع اي مشروب بنحبه، فبيكون قوامه كده فلافي وناعم واسفنجي كده، فبيكون حلو جدا جدا وحاجة سهلة وبسيطة. وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويلا نشوف عملنا ازاي مع بعض. اول حاجة، اهم حاجة، كل المكونات بتاعة الكيك تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان الكيكة معايا تكون ناجحة. بعد كده عندي هنا بولة نزلت فيها بكوبايتين من الدقيق منخول كويس جدا، معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الملح. بخلطهم مع بعض كويس جدا، وده كده خليط المكونات الجافة. بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل المكونات السايلة. عندي هنا نص كوباية من السمنة على الزيت، وكوباية من السكر. ولو مش متوفر سمنة هنقدر ان احنا نستعمل زيت بس او سمنة بس على حسب المتوافر. اول حاجة بضرب السمنة كويس جدا مع السكر لحد ما لون السمنة والسكر والزيت كده يبدأ ان هو يكون معايا قوام ناعم وكريمي ويكون فاتح بالشكل ده. ده كده اهم خطوة لحد لما نوصل للقوام ان هو بيكون لونه فاتح وزي الكريمة بالشكل ده. بعد كده عندي هنا حبتين من البيض ومعلقة كبيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، واخفق البيض كويس جدا مع السمنة والسكر لحد لما القوام معايا يبدأ ان هو يكون هش اكتر، وكمان لونه فاتح وبالشكل ده كده. نفضل نخفقهم كده وبيكون معانا بالقوام ده كده. بعد كده هنزل عندي هنا بكوباية من اللبن بالشكل ده. وبعد كده ابدأ ان انا اخلط اللبن برضو كويس جدا مع كل المكونات اللي احنا مزجناها كويس جدا مع بعض في الاول. وبعد كده بضيف هنا معلقة كبيرة من القشطة او الكريمة او وش اللبن او اي حاجة متوفرة عندنا من ده. فمعلقة القشطة دي بتدي طعم حلو جدا للكيك وطعمها حلو جدا. بعد كده خلطتها كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وبكده يكون خلصنا المكونات السايلة وبيكون القوام بالشكل ده. بعد كده هنزل عندي بالمكونات الجافة اللي احنا خلطناها في الاول مع بعض كويس جدا على المكونات السايلة. وفي الاول كده ببتدي ان انا احركها بالمضرب عشان كل دقيق ما يبداش ينتشر عندي في المكان. وبعد كده ببتدي ان انا على السرعة الاولى ابتدي اخلط خليط الكيك ده كويس جدا لحد لما الدقيق يمتزج مع المكونات السايلة ويكون خليط يكون زي الكريمة بالظبط، ناعم وبيكون بالقوام ده. لو حسينا ان القوام الى حد ما اتقل من القوام ده نقدر ان احنا نزود ربع كوبايه من اللبن لحد ما نوصل للقوام الحلو ده كده. بعد كده بنزل بالخليط في صينيه تكون مدهونه دهنه من الزيت ومرشوشه رشه من الدقيق. وبعد كده بيكون الخليط الكيك بالشكل ده. وبعد كده بدخل الكيك على درجة حرارة 180 واحنا شغالين في الكيك. ببتدي اسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، رف اوسط. ولو في مروحة توزيع ببتدي اشغلها لحد لما تستوي وبتكون معانا بالشكل ده. في الاخر لو حابين ان هي تاخد لون حلو من فوق بنولع عليها الشواية، وبعد كده بنختبرها من النص. لو طلعت نضيفة بتكون معانا حلوة، بنقفل عليها من الفرن ونسيبها 5 دقايق. ولما بنخرجها من الفرن اهم حاجة ما يكونش فيه شباك مفتوح عشان ده كله بيفرق جدا في ان الكيك بتاعتنا تكون هشة لأطول فترة ممكنة. بعد كده بنسيبها تبرد، وبعد كده بنقلبها وبتكون بالقوام والشكل الحلو ده كده. وبعد كده الكيكة دي طعمها حلو جدا. قوامها كده بيكون مختلف عن الكيكات اللي بتكون بالزيت. فجربوا الكيكة بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، وما كلفتناش اي حاجة، وان شاء الله تعجبكم.
بعد كده بنبتدي ان احنا نقطعها كده ونقدمها بقى مع اي مشروب احنا بنحبه. فبتكون حاجة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، وطعم الكيكة دي مختلف، فجربوها تعجبكم جدا جدا. بتكون بالقوام الحلو ده كده وحلوة جدا. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون فيديو سهل وبسيط. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وكومنت حلو. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، فكرة جديدة. كنت معاكم منار محمود، مع الف سلامة حبايبي.